من حوالي سنه بالظبط عملت وصفه شاورما مصري كده، وقلت ساعتها ان ابو حيدر هيقفل من بكره لو جربت الوصفه دي، وساعتها الفيديو كسر الدنيا. انا جاي النهارده بعد سنه اعلي على نفسي واعمل لكم احلى وصفه شاورما مصري بتركات بسيطه، والسر في ميه سحريه. يلا بينا بسرعه. هنجيب بقى اول حاجه عندنا البصل والطماطم والفلفل. شفت الراجل بتاع الشاورما مش بيبقى تحت الشوايه كده فيه بصل وفلفل وطماطم، بيسيبهم يتشووا. احنا هنعمل نفس الحركه، هننزل بيهم في اي صينيه كده فيها ورق زبده، ونديهم رشه زيت خفيفه كده. بس كده تمام. هندخلهم الفرن لمده 45 دقيقه، ساعه بالكتير قوي. هنجيب بقى عندنا اللحمه بتاعت الشاورما، هنروح للجزار نقول له عايزين حته من وش الفخده وقطع لنا شاورما بالمنظر ده. دي من وش الفخده، وخليه هو يقطعها لكم افضل. والتتبيله بكل بساطه، معلقتين ملح صغيرين، ده كيلو لحمه يا جماعه. وننزل عليهم بحوالي معلقه ونص فلفل اسود، ورشه خفيفه من الحبهان المطحون، حبهان بودر، هنديها رشه خفيفه بس. ونص معلقه زنجبيل بودر او جنزبيل زي ما بتسموه، ومعلقه ونص بهارات لحمه، اي بهارات من عند العطار. وننزل عليهم بحبه زيت، ونديهم بشره من جوز الطيب اختياري عشان في ناس ما بتحبش جوز الطيب برضو. وننزل عليهم بحبه من خل التفاح يكون اورجانيك، انا بفضل يعني الاورجانيك، او لو ما فيش خل تفاح ممكن ننزل بخل عادي برضو، مفيش مشكله. دول حوالي نص فنجان. ونيجي بقى للسر بتاعنا، الميه الغازيه او الميه الفواره. ده السر اللي هيدي للحمه طراوه رهيبه. هننزل بنص الازازه بس، كده حلو قوي. ونقلب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي. بس تمام كده، نغطيها وندخلها التلاجة لمده ساعه لما الخضار بتاعنا يتشوي. وعشان نعمل احلى طحينه هنعملها بالطريقه دي، دي احلى طريقه ممكن تاكل بيها طحينه. يلا بينا. هننزل اول حاجه كده في اي بوله عندنا بمعلقتين ثلاثه طحينه خام كده، وننزل عليهم بكوبايه زبادي اللي هو الستيرد ده، ده هيخلي الطحينه كريمي يا جماعه معانا. وننزل عليها بالملح بتاعنا، حوالي معلقه صغيره، وحوالي برضو معلقه كمون صغيره، ورشه شطه اختياري. بس ما تحطوش على الطحينه اكتر من كده. طبعا يعني الخل والليمون ده شيء اساسي، فهننزل بتوت خل بسيط كده، ونعصر عليهم ليمونه كامله. هنمكس الكلام ده كله كويس الاول مع بعض. بصوا انتوا متخيلين الزبادي عمل فيها ايه؟ خلاها تحس ان هي مش محتاجه ميه، بس احنا هنخفف القوام شويه عن كده. احنا طبعا مكسنا الحاجه الاول مع بعض قبل ما ننزل بالميه عشان الزبادي ما يكتلش معانا. كفايه قوي كده، بيرفكت. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنيجي بقى لاهم مرحله، التسويه. طاسه سخنه على النار، وهننزل فيها بحبه ليا كده. نخلي الجزار برضو يديها لنا، احنا بنجيب اللحمه. وهنسيح الليا الاول، نخليها تنزل الدهون بتاعتها. الليا خلاص كده خلصت دورها، نزلت الدهون اللي احنا عايزينها. هنرفعها على جنب. ممكن تسيبوها برضو يا جماعه، بس انا ما بحبش طعمها في بقي لما بتيجي في بقي حته ليا كده. ونبدا ننزل باللحمه بتاعتنا على مراحل، ما نملاش الطاسه على الاخر. نفردها بس كويس كده، ونسيبها حوالي 5 دقائق بدون تقليب خالص. بعد ما نسيبها ال5 دقائق هنقلبها ونسويها لحد ما تستوي معانا خالص، وبعدين نرفعها وننزل بباقي الكميه بتاعتنا كلها. هنيجي بقى للخضار بتاعنا اللي كنا بنشويه، طلعناه من الفرن بالمنظر ده كده. ونبدا بقى بالسكينه بتاعتنا كده ونقطعه. ممكن نضربه نص ضربه برده في الكبه، بس انا بفضل نقطعه بالسكينه كده نهرسه. وده كده شكله اهو بعد ما قطعناه وفرمناه ايه، نص فرمه في الكبه او بالسكينه كده. الشاورما بقى بتاعتنا استوت خلاص وكله تمام. نيجي بقى لتركاتها وحركاتها. هننزل بمعلقه نعناع ناشف، معلقه كبيره كده. وننزل بحوالي نص معلقه سماق، ومعلقتين كبار طحينه خام، وتاتش خل بسيط قوي. وننزل بقى بالخضار اللي ايه، اللي شويناه وقطعناه بالمنظر الجميل ده كده. نقلبهم مع بعض كده تقلبتين ثلاثه حوالي 5 دقائق على النار. وبعد حوالي 5 دقائق على النار الشاورما بتاعتنا بقت جاهزه، وبألف هنا وشفا.